السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا بيكم في قناة مواهب ثورات مع علي حسين. النهارده فيديو جديد. تعالى نشوف الإهمال ممكن يوصلك لإيه ويكلفك قد إيه. زي ما قلت لكم في أول الفيديو هنتكلم عن الإهمال. الإهمال ممكن يوصلك قد لإيه ويكلفك قد إيه. تعالى قرب هنا كده. دي طبعا زي ما انتم شايفين العربيه عامله ازاي يا جماعه. دي عربيه فيرنا. زي ما انتم شايفين الزيت مغرق الدنيا خالص. العربيه يعتبر بايظه بمعنى الكلمه. مفيش عندي حاجه اصلا طالعه سليمه. يعني ده اصلا ده احنا مركبين 2 مساعدين استيراد. زي ما انتم شايفين ده المساعد اللي طالع. طالع عامل ازاي. مفيش مساعد خالص. مفيش مساعد خالص. حتى كاوتش الكبالن كله كان متقطع الجنبين. تعالى بص. عندي بقى ايه. عندي مشكله. ودي زي ما قلت لكم عليها قبل كده عيب من العيوب الخبيثه. ليه بقى؟ لان انا شايف اللي الجلب كويسه والبيض كويس. بتيجي تحرك البيضه شمال ويمين كويسه. بس ده فيديو انا وريته لكم قبل كده عن مشكله البيض. زي ما انتم شايفين اهو. زي ما انتم شايفين البيضه بتتحرك اهي من مكانها. البيضه اهي بتتحرك. وطبعا مع اي مطب اهو. مع اي مطب ايه اللي بيحصل؟ تسمع صوت خبطه ونقره. طبعا انت مش هتقدر تحدد العيب في العربيه دي من ايه. من مساعدين، من مقصات، تعالى نبص هنا كده. زي ما انتم شايفين ادي البارات. مش هتقدر تحدد المشكله من ايه. عندك بارات داخلي، بارات خارجي، عندك كاوتش ميزان مهري. هوريكم بردك مشكله في الجنب الثاني. مشكله خطيره جدا ممكن توصلك للخطر بسبب الاهمال. وتوصل عيالك، او لو انت شغال بالعربيه دي توصل اللي راكب للخطر. ليه؟ انا هعمل لكم فيديو ان شاء الله عن مشكله الطنابير والتيل. دي وصلت لناس لحوادث كبيره بسبب اهمالهم. هوريكم الناحيه الثانيه ايه اللي ممكن يوصلك للخطر وايه اللي ممكن يعرض حياتك للخطر انت واولادك واللي راكبين معاك. طبعا ده الجنب الثاني. تعالى بقى نبص هنا. زي ما انتم شايفين الطنابير. بصوا يا جماعه التيل نفسه بيحك فين؟ بيحك في الطنبوره. واكل في الطنبوره اهو. واكل في الطنبوره. خلاص الطنبوره فاضل لها حاجه بسيطه وبتتقطع نصين. هيبقى النص الداخلي اللي بيدوس فرامل ده لوحده والنص الخارجي ده لوحده. يعني لا قدر الله لو انت دوست فرامل مفاجئ العربيه لو دي اتقطمت هتلف منك لفه. لا قدر الله انت ممكن تتحكم في العربيه او ما تقدرش تتحكم في العربيه. عايز اقول لك زي ما انتم شايفين بردك الزيت. طبعا ده بسبب المساعدين بردك. الزيت اللي نازل ده بسبب المساعد. وكان عندي كاوتش الكبالن الداخلي والخارجي متقطع. بصوا زي ما انتم شايفين ولا فيها بارات ولا حتى كاوتش البارات نفسه موجود اهو. كل حاجه متقطعه. كل حاجه بايظه بسبب ايه؟ عدم الصيانه. وعدم الصيانه ممكن يوصلك للخطر انت واللي راكب معاه. فلازم تصين كل فتره. ما تستهونش دلوقتي بالعربيه اللي في ايدك تقول دي ماشيه. لا ربنا يسهل. لا ربنا يسهل فعلا وكل حاجه. بس لا قدر الله ممكن بسبب حاجه بسيطه زي دي كده ايه اللي يحصل؟ تعرض نفسك للخطر. ودلوقتي العربيه دي علشان تقدر تلم اللي فيها بارات داخلي وبارات خارجي وتياش ميزان وجلب مقصات وبيض مقص او مقصات كامله. مش هتعدي رقم كبير جدا. ممكن تخش معاك في 3000 جنيه 4000 جنيه. لو انت هتجيب الحاجات دي جديده هتعدي رقم جامد جدا. فليه بقى؟ ليه اوصل نفس القصه زي كده؟ عندي مساعد ممكن اقدر اغيره فرده مفيش مشكله. عندي مثلا مقص بايظ لو في مشكله اقدر اغيره من الاول قبل ما اوصل نفسي للي في العربيه دي. لان العربيه علشان تقدر تلمها زي ما قلت لكم في عربيتي لميت العربيه صرفت داخل على 5000 جنيه مصاريف ولمم عربيتي. خلي بالك بقى عربيات زي كده. وعربيه الفيرنا دلوقتي حاجتها ما بقتش رخيصه. اي عربيه دلوقتي قطع غيارها بقت غاليه. فلازم تخلي بالك من القصه دي وتصين على طول باستمرار علشان ما توصلش نفسك للمرحله اللي وصلت لها العربيه دي. يا رب يكون الفيديو عجبكم. يا رب يكون وصلت المعلومه ليكم. انا بعمل فيديو ده زي كده ليه يا جماعه؟ علشان اقدر اوصل لك معلومه اللي انت ما تستهونش بالعربيه اللي تحت ايدك. كل حاجه ليها مقابل. دي مقابلها زي ما هي
بتوديك مشاوير او بتقضي لك مصلحه، لازم برضك انت تصينها وتهتم بالعربيه علشان خاطر دي فيها روحك. شكرا ليكم في قناه مع بصارات مع حسين.